وأنا أسقي هذه الغراسات حسب التعبير، أشعر بأن الإنسان لا يزرع نباتا فقط، بل يزرع الأمل والحياة والجمال. فإعمار الأرض وغراستها من أبواب الإصلاح الذي أمر الله به، وفيه ابتعاد عن الإفساد والإهمال. ما أجمل الأرض إذا اكتست باللون الأخضر وتعطرت برائحة الزهور والنبات، فذلك يدخل البهجة إلى النفوس، ويبدد الشعور بالضيق والكآبة، ويبعث في القلب السكينة والرحمة. وبينما كنت أتأمل جمال الأرض وهي تحيا بالماء والحراسة، لفت انتباهي هذا العالم الصغير من الحشرات التي تصعد وتهبط في نظام عجيب. سبحان الله، سبحان الذي خلقها على اختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها. فإن في ذلك دعوة بالتأمل في عظمة الله وقدرته وكبريائه. فمن نبات ينمو إلى حشرة تدب، كل شيء في هذا الكون يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ومدبره بحكمة لا توصف. وهنا وأنا أقف على هذه الأطلال في هذا الجو الهادئ الذي يبعث في النفس حنينا عميقا، تعود إلي ذكريات الجد والجدة رحمهم الله، وكأن المكان لا يزال يحمل أصواتهم أثارهم. هذه سنة الحياة، قال الله كل من عليها فان، ولكن تبقى الذكريات بروسة في القلوب لا تذهل. هنا موطن أجدادنا، حيث الطبيعة الخلابة والمنظر الذي تعشقه النفوس، حيث يشعر الإنسان بسكينة لا تشترى ولا تنسى. وها هي لحظات نسترجع فيها ذكريات الطفولة التي لن ننساها ما دمنا أحياء. كنا نلهو في هذه الأماكن ونستعمل هذا المقلاع لصيد الطيور، سبحان الله على ما فعلناه في صغرنا وقلة علمنا. وكنا نتنافس ببراءة يسقط تلك النبتة بحجر يصيبها بالمقلاع، فنضحك ونفرح كأننا ملكنا الدنيا بأسرها. أما اليوم فلم يعد المقلاع كما كان في زمن الطفولة للهو واللعب، بل أصبح نحمله من باب الحيطة والاحتياط، خشية أن يخرج من بين الأعشاب ثعبان أو عقرب، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك فقد استمتعنا بهذه الجولة البسيطة، وعدنا نعيش شيئا من براءة الأيام الجميلة التي لا يمحوها الزمان. وبعد كل هذه الذكريات التأملات التي أعادتنا إلى أيام الطفولة، يبقى للطبيعة سحرها الخاص الذي يدهش القلوب ويأسر الأبصار. فيا له من منظر جميل يبعث الراحة والسكينة في النفوس. هذه هي شجرة الخروب، الشجرة المباركة التي عرفت بفوائدها الكثيرة وظلها البهي، كأنها جزء من جمال هذه الأرض وذكرياتها التي لا تشيخ. وكأن جمال الطبيعة لا يكتمل إلا بذلك السر العظيم الذي جعله الله أصل الحياة وروحها، إنه الماء، ذلك العنصر الذي تحيا به الأرض والنبات وسائر المخلوقات. وقد صدق قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللهم أدمها علينا نعمة، وبارك لنا في الماء وفي كل خيرات هذه الأرض، ولا تجعلنا من المفسدين فيها. وبعد هذه الجولة بين معالم الطبيعة وذكريات الماضي،
مررنا بالمكان سيدي حماد الشرقي، ذلك الموضع الذي كان يقصده بعض الناس قديما، فيستغيثون بصاحبه ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. هذا أمر باطل ومرفوض، لأن النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له. الميت لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملكه لغيره؟ اللهم ارحمه واغفر له واجزه بما كان له من عمل، واجعل قلوبنا متعلقة بك وحدك، فأنت المعطي والمانع، وأنت على كل شيء قدير. أترككم مع كلمة لصديقي يوسف. جرت العادة على أن الأولياء الصالحين يتبعهم الناس، وهذا اتباع عقيدة من العقائد الفاسدة، حتى ظن الناس أن البركة والتيسير والتوفيق يكون بيد هؤلاء الأولياء الصالحين، والحقيقة أن التوفيق والسداد والتيسير يكون من عند الله عز وجل، وهذا جهل سبب في انتشار العقائد الفاسدة. فهم أناس ماتوا لا يملكون لا توفيقا ولا بركة، ولو كانوا يملكونها لملكوا لأنفسهم. هذا ما نقوله تعالى وأعلم. ثم نعود إليكم لإكمال هذه اللحظات التي لا تنسى. وما أجمل أن تكون هذه اللحظات مزيجا بين الطبيعة والبساطة، الصحبة الجميلة، حيث كل شيء طبيعي وعفوي. شم رائحة الليمون ورائحة الشباب التي تفتح الشهية وتبعث الدفء في القلوب. وفي ختام هذه الرحلة الجميلة التي مررنا فيها بين الطبيعة والذكريات واللحظات البسيطة، لا بد لنا أن نختتمها بما هو أعظم وأبقى: الصلاة، فهي فريضة على كل مسلم، وهي عماد الدين ونور الحياة وسبب السكينة في القلب والطمأنينة في الروح. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وبها تستقيم الحياة وتطمئن النفوس، وتختم بها أجمل اللحظات خشوعا وشكرا لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.